هلا القوة يعني في سبحان الله ناس عندهم قوة عضلية، بس أحيانا قوة الإيمان بتكون ضعيفة، بقى بيكون هذا بني آدم نص فاشل، ما راح نحكي إنه فاشل نحكي إنه فاشل. بتصور اهم شغله انه يكون متصالح مع حاله، هي اهم نقطه. وبالاضافه انه يعرف يتعامل مع المحيط تبعه، هيك بتصور الانسان بيكون قوي وقدران يتجاوز اي قصص بتصير معه. الحمد لله رب العالمين. هلا اذا كان عندي القوه بحياتي اني اغير شيء، بغير اول مبدا، يعني مثل ما بقولوا بغير شوي من حياتي، طبع من حياتي. هلا انا شاب كتير عصبي، هذا الشيء بغيره. شاب كتير انه لعيب رياضه، هذا الشيء بغيره. بس هذا الشيء ولو غيرته راح يجذب عليك انكسار. ليش؟ لانه الرياضه هي صحيه، وهي عز صحيح. نفس يعني الرياضه صحيح. بس ممكن العصبيه ما تكون صحيه، لانه العصبيه هي بتاثر على الكبد وبتاثر على الجسم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى لعنده الرجل وقال له وصينا عن 3 شغلات، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب.